compare. Lessons are easily done once you had a السلام عليكم ورحمة الله. معكم أسماء من قناة مدام هيلثي للأكل الصحي والنصائح الصحية أيضا. إذا اليوم عندي وصفة جيدة لمرضى السرطان، أيضا لمكافحة السرطان. يعني حتى واحد قبل ما يجيه السرطان يحب أو يجب أنه يتناول وجبات صحية، مش نخليه حتى نفس توقع في الراس. المهم نتحدث اليوم على السمك. عندي كمية من السمك كنت غسلتها، نقيتها، نحيت لها السلسول أو العظم هذاك. وعندي كمية من الطماطم، عندي زيت زيتون، ثوم وملح بحري، إكليل الجبل والزعتر. نروح نتحدث شوية على فوائد هذه المكونات. السمك عادة احنا ما نقليوه في الزيت، واصلا الزيوت المهدرجه النباتيه هي تسبب الالتهابات. وحنا كما كنا نقولوا في لا ميديسين toute inflammation chronique égale à une dégénérescence ou une cancérisation. يعني كل التهاب مزمن سوف ينتهي ب ورم سرطاني لا قدر الله. اذا احنا ماذا بنا اعزائي المشاهدين واحبائي المرضى اللي يجيني ما نزيدوش نتناولوا المقليات، خاصه بالزيوت النباتيه المهدرجه كزيت العباد الشمس وزيت الذره. هذو ما همش صحيين ابدا. المهم نتحدثوا على بطل اليوم السمك. السمك غني بالفيتامين دي، فيه البروتينات، فيه الحديد. وين كاين الحديد لازم واش نزيدولو لا فيتامين سي اللي هي في بطلة اليوم الطماطم. اذا ما كاين له اليوم نطبخوا الطماطم هذه على درجة حرارة عالية. واش راح نديروا لها؟ نفوروها. المعلومة الثانية الخطيرة أن الطماطم ليست خضر وإنما هي فاكهة. المعلومة الثالثة أن لازم نحيو الطماطم أو ننزع القشرة وننزع البذور اللي داخل، لأن القشرة والبذور فيها كما قلنا لاسيد فيتيك اللي هو راح يحكم لنا المعادن كي تروح للجسم، أيضا يزيد لنا الالتهابات. نعاود نوليو للبطل انه قلنا فيه لا فيتامين دي، فيه لوميغا 3 وفيه لا فيتامين او. هذو كامل مضادات للاكسده، لكن مضادات الاكسده من اصل حيواني. يعني كي يكونوا نقول لكم بلي فيه لوميغا 3 ماهيش كيما في بذور الشيا اصل نباتي. هذه اللي في الاصل الحيواني هي لا فورم اكتيف، يعني النتيجه النهائيه. مثلا كلينا شويه من بذور الشيا ولا من بذور الكتان ولا من حب الرشاد فيه لوميغا 3. هذيك لوميغا 3 ماهيش الحاله تاعها الاكتيف يعني النشيطه. الجسم راح يقوم باستقلابات باش يقلبها نشيطه. لكن اذا كلينا اوميغا 3 من اصل حيواني فهي تكون طول نشيطه، يعني نديوها واجده. انا ننصحكم تاكلوهم في زوج ويعني ديروا توازن. الاوميغا 3 ايضا مليحه فرط النشاط الاولاد. ايضا الحوت فيه عنصر مهم اللي هو اليود. اذا اللي عندهم قصور في الغده الدرقيه ننصحكم انكم تاكلوا الحوت على الاقل مره اسبوعيا، ويعني في العادي 2 إلى 3 مرات اسبوعيا. صح، حتى الحوت فيه البروتينات لكنه ليس غني بالدهون. اذا اللي راهو خايف من الشحم الحيواني انه يطلعوا له الكوليسترول، والله واحد اصلا عنده الكوليسترول فهو كي ياكل الحوت ياكلوا مطمن. كما تعرفوا كمية المنصوح بها بالبروتينات في اليوم هي قد قبضة اليد تاعكم أو 100 غرام. المكون الثالث اللي هو الثوم. الثوم مضاد للأكسدة ومضاد للأورام. وقيلكم سمعتوا بالدراسات كثيرة أثبتت أنه مضاد للفطريات للبكتيريا وأيضا للأورام. مثلا واحد عنده ورم، هذاك الورم رايح يموت أو الخلايا الورمية السرطانية رايحة تقتل روحها بالتدريج من جراء تناول المستمر للثوم. لكن الثوم لازم باش المادة الفعالة هذيك من الأفضل أننا نتناولوه طازج. على بها ما الناس راح يطيبوه بزاف اليوم. ثالث مكون اللي هو غني عن التعريف
وانا نحبه بزاف زيت الزيتون. زيت الزيتون غني بالفيتامين A وفيتامين E والأوميغا 3. إذا فهو مضاد للأكسدة. وكما قلنا زيت الزيتون ما نضعوهش على النار إلا إذا كان نقراو عليه أنه بكر. يعني شنو بكر؟ يعني اكسترا فيرجن، أنه معصور على البارد، ماهوش متأكسد وغير قابل للتأكسد. أما الباعة اللي يعني نشوفوا فيهم برا يبيعونا في زيت الزيتون في قنينات بلاستيكية، أولا معرضة للشمس، حتى ولات لو لم تكن معرضة للشمس هذاك لي بوليمر تاع البلاستيك رايحين يروحوا في الزيت. حاجة الأولى يعني قد ما يكون خاطر، يعني قديم، يعني ديجا تعرض للأكسدة، يعني ما عنده حتى نفع. من الأفضل يعني حتى الجلد وما ننصحكمش ديروا به فوق جلدكم. المهم يولي ان برودوي توكسيك، يولي يضر وما ينفعش. فعايشكم نتبلهوا شويه ونصحوا هذوك الباعه او واحد من الباعه لو يسمع فينا يبدلوا هذه العقليه شويه. من الافضل انكم تحطوه في قنينه زجاجيه، يعني يحفظ بعيدا عن الهواء، سكروه مليح، وكي يكون متاكسد ما كان لا تبيعوه للناس لانكم تديو في اسمهم كي يمرضوا. نعطيكم فقط نصيحه: كنتي جبتي الزيت وخفتي عليه تجي فيه هذيك الريحه تاع الزنخه، واش ننصحك نديري له علفه تاع تمر، طبعا ماشي لهنا يعني بصح يعني في قنينه زجاجيه اللي حنحتفظوا به فيها، هذه حتخليه ما يتاكسدش وتحافظ عليه من هذيك الريحه تاع الزنخه. نمروا للتوابل. التوابل اليوم عندنا لو غوزمارا او اكليل الجبل. اكليل الجبل فيه كميه كبيره من مضادات الاكسده، واي نبات اخضر هو فيه الكلوروفيل وغني بالمغنيسيوم. اي الثاني هو الزعتر. لا حبيت انا اليوم ندير الزعتر لان الزعتر مضاد للبكتيريا، يعني ان انتيسيبتيك. جينيرالمون لي كونسيرو نلقاهم يديروا لا شيميوثيرابي او بيان لا راديوثيرابي توجور ايمونو ديبريمي. يعني الزعتر هو مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات وايضا للفيروسات اللي يكونوا يديروا في حصص العلاج الكيميائي، عافانا الله واياكم، ديما يعطيوهم مضادات الحيويه. لماذا؟ لانهم ديما معرضين به يديروا الانسانات، يعني معرضين للبكتيريا اللي الجهاز المناعي تاعهم ضعيف. اذا احنا واش نديروا لهم الزعتر في الاكل تاعهم. نعطيكم مثال انهم ديما نلقاو عندهم لي زافت بيكو، يعني طياب في فمهم ولا شلافط، يعني التقرحات الفمويه. هذا كي نديروا الزعتر راح ان شاء الله يساعدهم. ايضا الملح البحري الخشن او اللي عنده ملح صخري غير مكرر نديروا كميه هو افضل. اصلا اي حاجه غير مكرره وبدون مضافات غذائيه وما تعرضتش حراره المصنع العاليه راح تكون بالطبع انظف واصح. لتطبيق الوصفة نضع الطماطم على البخار من 7 إلى 10 دقائق، أكثرها 15 دقيقة. نحيو الطماطم من على النار أو من على البخار، نقشرها لأن القشرة قلنا فيها لاسيد فيتيك. أيضا ننزع نواة الطماطم لأن فيها حمض عسير الهضم يعمل غازات وأيضا يعمل التهابات في الشرايين. بعد ان طهونا الطماطم على البخار نحيوها ونحطوا السمك. كما تلاحظوا لازم نحطوا الجلد الى اسفل والبطن الى اعلى، نغطيوه ونخليوه يطهى لمده من 10 دقائق الى 12 دقيقه. دوك كي يوجد نوريه لكم. ايضا ملاحظه، قلنا باش نستفيدوا من الثوم، اذا راح نغتنم الفرصه ونحط يدها 5 دقائق مع السمك. بعد ما نحينا قشر الطماطم والبذور نحطوا الطماطم تاعنا مع الثوم نصف مطحي اللي كنا طهيناه بالقشور والان فقط قشرناه. نزيدوا الملح البحري ملعقه صغيره، ونزيدوا ايضا الزعتر اللي هو انتيسيبتيك حق 5 ميليغرام. نرحيوه بالميكسور. بعد ما نرحيوه نخلصو راح نزيدوا له غومارا او اكليل الجبل. في هذا الوقت راح يكون الحوت تاعنا
إذا هذا هو السمك بعد ما طاب على البخار مدة 7 دقائق أو أكثر قليلا. تحبوا تخليوه هكذا بقطع كبيرة، أو أنكم تحكموا دشتشوه بالشوكة، ثم راح نضيفوه المرق أو صلصة الطماطم، ويصبح الطبق تاعنا. ديروا بهذه الطريقة دوك يولي مدشتش. قدمت لكم اليوم طبق السمك بدون قلي، بدون زيوت نباتية مهدرجة، بدون ما نتعبك سيدتي وظلي تقلي في المقلاة والزيت يجي كامل. هذا الطبق غني جدا بمضادات الأكسدة، وهو أيضا غني بالفيتامين سي، لذلك أنصح به كل من يعاني من مرض السرطان أو يعاني من الشحمة في الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أنه يجربه ويداوم عليه. أيضا للناس اللي يحبوا يحافظوا على الوزن تاعهم أنصحهم بهذا الطبق. فقط نزيدوا زيت الزيتون على الأخير، ودمتم بصحة وعافية.